قبل كده الاسماك كانت ما عندهاش فك، فبتعتمد على ترشيح الميه او شفط الاكل، لكن مع ظهور الفك اتغيرت قواعد اللعبه بالكامل. دلوقتي لاول مره في صيادين حقيقيين قادرين على المطارده والقطن والافتراس بكفاءه. الاسماك اللي عندها فك زي الاكناثوديات الاكناثوديانز والبلاكوديرمز كانت اول من استغل الميزه دي وبدات تفرض سيطرتها على البحر، وبفضل هياكلها المدرعه وحركتها الاسرع قدرت تحتل قمه السلسله الغذائيه وتنافس اللافقريات البحريه اللي كانت متسيده قبل كده. لكن التغيير ما كانش في البحر بس، على الارض كان في زحف جديد بيحصل. كائنات بحريه زي المفصليات بدات تغامر بالخروج من الميه واستكشاف الارض لاول مره. وازاي ده حصل وايه اللي خلاهم يسيبوا بيئتهم المائيه؟ لاغلب تاريخ الارض كانت الحياه محصوره في المحيطات، لكن في الفتره السيلوريه بدات الكائنات الحيه اول خطواتها ناحيه البر. وسط التغيير الكبير ده المفصليات لعبت دور البطوله في واحده من اعظم المغامرات التطوريه، غزو الارض. لكن ليه المفصليات بالذات؟ المفصليات زي العقارب البحريه والعناكب البدائيه كانوا مؤهلين اكتر من غيرهم للحركه على الارض. اجسامهم اللي متغطيه بهياكل خارجيه قويه حمتهم من الجفاف، ورجليهم المفصليه سمحت لهم بالحركه بكفاءه على الاسطح الصلب. لكن الاهم من كده ان في منهم اللي قدر يطور انظمه تنفس تقدر تستخلص الاكسجين من الهواء بدل الميه.